السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وبأحسن حال. النهاردة جاية اوريكم اسوأ نوع رز. والله اعلم الرز ده ايه مصدره ولا يعني ايه تركيبته بالظبط. جبت كالعادة كده بجيب كل شهر يعني من خزين الشهر بتاعي ربطة رز. الربطة بتبقى متكونة 10 كيلو من الرز. تمام. ده الرز اللي انا جبته اسمه الدولية. الرز بتاعه لو يعني واضح قدامكم اهو، هقرب لكم بالكاميرا. الحبة بتاعته قريبة من حبة الرز البسمتي. الرز ده يعني سبحان الله كده الحباية بتاعته تحسوها كده مطربة، وسبحان الله مش عارفة مالها. اجي اسويها الاقيها كده بتفشر، مش تبقى رزاية كده مثلا تستوي وتبقى شكلها حلو كده ومتماسكة، لا الرزاية تفشر كده مع نفسها وتحسيها ان كده حاجة غريبة كده، مش تفشر وتبقى بحالها، لا بتبقى زي كأني فشار بالظبط. حاولت اجرب، قلت طب ما اشوف ايه الرز ده، انا يعني لقيت منه. جيت اسويه في الرز ما استواش. تمام، سويه قصدي في المحشي ما استواش. عملته قلت يمكن الكرنبه دي مثلا لحمها كده تخين وما وصلهاش الشوربه، بس انا بسوي طول عمري المحشي ومفيش اي مشكله معايا ولا في اي حاجه. برضو بقيت اقدم اعذار كده لنفسي وحجج ومبررات. طبعا متضايقه لان دول 10 كيلو رز. من اول كيلو اكتشفت ان هو الرز ده يعني مش عارفه ماله بصراحه. قلت يا ربي هو ممكن يكون جه بالي ان يكون ممكن رز من الصيني اللي هو اصلا مش رز وصانعينه من بلاستيك ومن حاجات كده مخلفات. فبصراحه قلقت جدا. الرز ده مكتوب عليه ان رز اهو، هجيب لكم برضو اهو المعلومات من ورا. بص ايه، رز مصري ابيض الكاميلينو. فانا استغربت فجبت رز تاني برضو لقيت نفس الاسم مكتوب عليه كده. طب ليه هو الرز ده بالشكل ده وحاطين قال عليه معلومات تغذية للطاقة وفي الياف غذائية وصوديوم وكالسيوم وبوتاسيوم ودهون وبروتين وسكر والكربوهيدرات؟ بس بصراحة انا لما جيت اسويه ما عجبنيش بالمرة. عملته اول مرة في محشي ما كانش حلو. تاني مرة عملته يعني في كشري اللي هو كشري الحلة الواحدة، لقيته كده داب واتفتفت وبقي مبروم كده وعامل زي الفشار، كأني حاجة كده طحناها على كبة او حاجة. فاتضايقت بصراحة جدا لان انا جايبة كمية كبيرة وجايباها من مكان بعيد، مش هقدر ارجعها للبقالة او كده اللي انا مشتريها منها. فبصراحة احترت فيه. فانا بوريكم الرز ده، اللي بيعرف اي معلومة يا جماعة عنه يا ريت يقول لي الرز ده مصدره ايه، او الرز ده صحيح كويس ولا وحش. بس انا من استخدامي ليه انا عمري ما هجيبه تاني ابدا ابدا. بيتغسل، تقعدي تغسلي فيه، يطلع لك زي التراب كده الابيض، او مش النشا بتاع الرز، زي التراب بالظبط. ليه ريحه برضو مش حلوه في الاكل، بتحس ان ريحته كده يعني ريحته قريبه كده من ريحه الذره الصفراء. فمش عارفه انا مصدره ايه ولا ايه بالظبط الرز ده. فانا بصراحه ما انصحكمش بيه، لان وحش في الرز، في تسويته كرز للاكل، ووحش في المحشي، ووحش في الكشري، ووحش برضو في الرز بلبن. ياما عملته رز بلبن، الرز بلبن ياما يتعمل بتبقى الحبايه يعني شربت كده وكبرت منفوشه، لكن ده بيفشر ويدوب، يعني الحبايه تتفلق كده وتبقى مفشره كده وتتفتفت، وبمنظرها يبقى مش حلو بالمره، كانك كده استغفر الله العظيم يعني مش عارفه ايه ده بالظبط. فانا نصيحه لوجه الله، محدش يجيب الرز ده اللي اسمه الدوليه ده، لا ابدا يا جماعه. وحش 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 بمعنى الكلمه، الى جانب ان هو فيه طوب وزلط كتير هيرهقك في التنظيف. بدات اسال عليه بصراحه ناس وجيراني وكده وكل معارفي، اسال على الرز ده واوريله شكل الرز، يقول لي ممكن يكون هو كسر الرز البسمتي.
بس بصراحة ده مش كسر الرز البسمتي، هو شكلا يبان الحباية طويلة. برضو هفضلكم شوية في طبق علشان تعرفوا شكله كويس، عشان تبقى واصلة المعلومة لوجه الله كاملة متكاملة. اهو يا جماعة الرز، بصوا الحباية بتاعته انا حطيته لكم في طبق استانلس عشان يبقى واضح. بصوا، وفي طبعا من كده كتير بقى الحاجات دي. بصوا سبحان الله، انا يعني حتى حابه تقابلني مثلا الرزايه، لو تاخدوا بالكم الستات اللي بقى لما تيجي الرز تبقى رزايه كده بالقشره بتاعتها، ده ما قابلنيش بصراحه رزايه بقشرتها. هو شكله كده والله العظيم، علشان انا يعني اكلوا مني ولادي اكلوا منه في كذا اكله، فانا خفت جدا جدا، لان شفت بالصدفه برضو فيديو على الفيسبوك حكايه غش الصينيين للرز، بيصنعوا الرز من البلاستيك. فبالله عليكم اللي يعرف اي حاجه عن الرز ده يا ريت يقول لي في التعليقات، يا ريت يا ريت، لان انا اكلت ولادي منه، وعندي كذا كيلو رز تاني، يعني عندي كميه كده حوالي 6 أو 7 كيلو رز مش مستخدماهم وخايفه منهم. انا جبت رز غيره خلاص. الرز زي ما انتوا شايفين كده، تحس الرزايه متربه، الرزايه مش نظيفه، مش فاتحه او بتلمع زي الرز اللي احنا بنجيبه. هوريلكم الرز اللي انا جايباه عشان تعرفوا الفرق. ده نوع الرز النظيف اللي انا جبته، يعني ما شاء الله. بصوا الرزايه بصوا الحبه بتاعتها مدوره كده وقصيره ونظيفه. بصوا الفرق بين ده وده، بصوا شكل ده نظيف وشفاف وحلو، بصوا ده شكله مطرب. بصوا الفرق ما بين الاتنين، يا رب يكون واضح. دي مهما تغسليها تطلع لك زي التراب الابيض، وتراب كده مغمق كمان مش ابيض. وبصوا الرز اللي انا بستخدمه اهو، ده الرز المصري اللي احنا متعودين عليه اهو زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا انا قربت لكم على الكاميرا جدا علشان تشوفوه. الرزايه كده شفافه وحلوه ونظيفه، وتسويها الحبايه كلها تستوي وتكبر، مش دي تفشر كده وتتكسر. يعني كأني جايبه حاجه كده وزي كأنك جايبه عود كرفس، عود بصل، يعني تقطعيه كده والشراشيب بتاعته او العود كده يفرش كده ويفشر كده على الجناب. فده الرز الوحش اللي هو اسمه دولية، والرز الكويس والله ده لا دعاية ولا اي حاجة خالص، وربنا اعلم. دي تجربتي الشخصية في الرز، ولقيته يعني استغفر الله العظيم حاجة وحشة جدا. الرز ده اللي اسمه الدولية، ده الرز اللي جبته، ده زي الرز اللي احنا متعودين عليه اللي بناكله المصري الاصيل اللي احنا متعودين عليه من صغرنا. يا رب كده اكون وضحت في الفيديو بتاعي ايه قصدي من الرز، عشان تاخدوا بالكم، عشان ما تقعوش في نفس الغلطة. حرام يعني اما ندفع فلوس في حاجة يعني ما تستاهلش، وحرام الفلوس مش بتيجي بالساهل. يا رب اكون وضحت في الفيديو بتاعي، ويا ريت برضو ترد عليا في التعليقات اللي يعرف نوعية الرز اللي هو اسمه الدولية ده او غيره، او قبله رز زي كده يقول لي بالله عليكم. واخر نهاية الفيديو استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اللايك يا جماعة في الفيديو، علشان الفيديو ده بالذات يتشاف على اكتر واوسع نطاق عشان الناس تاخد بالها، لان الغش دلوقتي بقى في كل حاجة، وصحتنا وصحة اولادنا خلاص مش مستحملة الامراض الكتير اللي بنشوفها بكم كبير وبشكل رهيب في اولاد صغيرين وفي كبار، ويعني اللهم احفظنا. فيا رب اكون قدرت اوصل معلومة وقدرت برضو افيد، وبرضو عايزة استفيد ايه الرز ده كونه بالظبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استودعكم الله. ما تنسوناش في التعليقات وتردوا عليا بالله عليكم، اللي حد مختص في الموضوع ده يرد عليا. السلام عليكم.